بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة اعرف دواءك، والتي أقدمها لحضراتكم على قناتي المتواضعة، قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري، واللي فيها بقدم محتوى طبي ودوائي من باب التوعية الطبية ومن باب التوعية بأهم المعلومات اللي لازم المريض يعرفها. تمام. هتكلم النهاردة عن الأوكتوفنت بلس شراب، وبيستخدم في إيه، وإيه الحالات اللي بيستخدم فيها، وإيه المحاذير بتاعته. دي أهم الأهداف من هذه الدقائق وأهم الأهداف من هذا الفيديو باختصار. الأوكتوفنت بلس شراب بيتكون من مادتين فعالتين، يعني المادة اللي هتدخل الجسم اسمهم جوافينيزين وسالبيوتامول. جوافينيزين وسالبيوتامول، يعني عايز اقول انهم ممكن يكونوا موجودين في مواد، يعني في اسماء تجارية اخرى. فالاسم الشركة اوكتوفنت بلس، لكن المواد اللي هتدخل الجسم اسمها العلمي جوافينيزين وسالبيوتامول. تمام. الحالات اللي بيستخدم فيها طبعا في حالات المشاكل التنفسية وضيق التنفس وتشنج وتقلص الشعب الهوائية في حالة الربو. لكن أكثر شيء مرتبط استخدامه بالأوكتوفنت بلس وبيكتبوه الأطباء هي الحالات اللي بتكون ضيق تنفس أو مشاكل في التنفس بس مصحوبة بزيادة في إفرازات المخاط والبلغم وإفرازات الجهاز التنفسي، فبيعمل الجوافينيزين على تقليل هذه الإفرازات، وبيعمل السالبيوتامول على توسيع الشعب الهوائية وتريح النفس بالطريقة العلمية اللي بيشتغل بيها بكده. تمام. ايه نواهي الاستعمال والمحاذير بتاعته؟ ايه اللي نخلي بالنا منه؟ نخلي بالنا منه من مجموعة من الامراض ما ينفعش يستخدم معاهم الا بحذر والا بالرجوع للطبيب، وبالتأكيد على الطبيب او الصيدلي بالادوية اللي انت بتاخدها او الحالة الصحية بتاعتك. كذلك السن، كذلك بعض الادوية. فاول حاجة مرضى الغدة الدرقية والناس اللي بتاخد ادوية للغدة الدرقية، كذلك الناس اللي بتتعالج بمدرات البول، كذلك الناس اللي عندها موسعات شعب اخرى وبتستخدم موسعات شعب اخرى زي السايوفيلين. تمام. كذلك من الملحوظات الهامة ان العلاج ده ما ينفعش للعلاج الربو المزمن او علاج الربو عامة كمرض مزمن او المشاكل التنفسية المزمنة. ما ينفعش يتم علاج الاوكتوفنت بلس باستمرار، يعني ما ينفعش يستخدمه على طول. تمام. لازم بيكون ده للحالات القصيرة، أما الحالات المزمنة فبيستخدم معاها بخاخات كورتيزون باستشارة الطبيب. تمام. ما ينفعش يستخدم مع دواء اندرال، لو بتستخدم دواء اندرال ما ينفعش تستخدمه. كذلك مرضى السكر ومشاكل القلب، استريح حضرتك، ومشاكل القلب ما ينفعوش يستخدموه إطلاقا. كذلك انه في بعض الناس ممكن بتستخدم العلاج ده بنفس المواد الفعالة ولكن تحت اسم تجاري آخر، يعني مثلا زي الفنتولين في سالبيوتامول، كذلك الفنتوكاف في سالبيوتامول. فبالتالي لازم نكون حريصين على ان احنا نقول الادوية بتاعتنا والمواد اللي بنستخدمها للطبيب او للصيدلي، عشان ما ينفعش نزود الجرعة من غير ما نشعر. لان انا بستخدم اوكتوفنت بلس واستخدم معاه فنتولين كده ان انا خدت السالبيوتامول مضاعف، وده ليه خطورات شديدة. طبعا الاطفال اقل من سنتين يستخدم بحذر شديد، فوق السنتين والست سنين والعشر سنين كل جرعة حسب الحالة بتاعته. دي كانت أهم المعلومات عن الأوكتوفنت بلس شراب. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وأي سؤال يا ريت تسيبوه في التعليقات. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.